السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا بنحب البفتيك وبنحب الفريك. احنا النهارده هنعمل لكم ميكس ما بين الاتنين، طواجن الفريك برولات البفتيك. وصفة جديدة وطعمها لذيذ ويجنن، هتعجبكم جدا. في نفس الوقت المكونات بسيطة وسهلة وسريعة ومش بتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنبدأ بتتبيلة البفتيك. عندي هنا بصل مفروم. التتبيله بسيطه جدا وسهله، ما فيهاش اي مكونات كتير. بضيف عليه رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، بس مش بضيف اي حاجه تانية خالص. هنقلب كده البصل مع بعضه مع الملح والفلفل كويس جدا، وهبدا بعد كده اتبل بيه البفتيك وبسيبه حوالي نص ساعة لساعة في التتبيلة. طب لو عايزة تتبليه من بالليل هيبقى أحلى بكتير، بس لو انت مستعجلة ممكن ياخد كده حوالي نص ساعة أو ساعة في التتبيلة وبيكون لذيذ جدا. تمام. بتبل البفتيك زي ما انتم شايفين بالبصل والملح والفلفل، وبسيبه في التتبيلة شوية حلوين لحد ما يتشرب وياخد طعم البصل والملح والفلفل، علشان يديني طعم حلو جدا لما اعمله فوق الطاجن. اول حاجة علشان طاجن الفريك انا محتاجة فريك مغسول مش منقوع خالص. ليه؟ هتعرفوا دلوقتي. لان انا بسويه نص تسوية او ربع تسوية قبل ما احطه في الطاجن، فالفريك يكون مغسول مش منقوع خالص علشان ما يعجنش مننا ويسوي اللحمة ويبقى السوى مظبوط كله مع بعض. حل على النار، انا ضفت شويه من الزيت وعليهم معلقه من السمنه. هتقولي لي ليه زيت وسمنه؟ لان الزيت بيخلي الفريك مفلفل معايا والواحده بوحدتها، مش ملزق ومش معجن، وبيستوي معايا تسويه حلوه ومظبوطه. فضفت السمنه زي ما انتم شايفين اهي. باخد شويه من جوز الطيب في السمنه وهي سخنه كده، ولازم تحطيها وهي سخنه علشان بتدي ريحه خطيره. بشره صغيره يعني، انا ما اخدتش منها كتير، حبه صغيرين جدا. ليه انا ضفت البصل بعد الفريك؟ انا عايزه البصل يكون كده ما يبقاش مستوي قوي، يبقى طعمه في الفريك علشان يديني نكهه قويه للفريك. ضفت طبعا كميه البصل اللي انا محتاجاها. دول حوالي بصلايه ونص مفرومين فرم متوسط. هبدا اشوح الاتنين مع بعض كده، وبشوح بقى هنا شويه حلوين لحد ما البصل يبدا يدبل معايا في الفريك. ورشه من الفلفل الاسود، السبع بهارات، يعني حوالي معلقه. السبع بهارات دي على فكره فيها مرقه، احنا المفروض نضيف مكعب مرقه، بس هي فيها طعم المرقه شويه فانا مش هضيف مرقه، هكتفي بيها عادي جدا. وبفضل اشوح برضو شويه حلوين كده. خلاص كده اتشوح حلو معايا وبقى تمام. هبدا اضيف وحدتين من الطماطم. الطماطم دي انا عملتها بالمبشره. وظبطي بقى الملح بتاعك حسب رغبتك وحسب انت حابه الاكل ملحه زياده ملحه قليل شويه. هضيف نص كوبايه من الميه وههدي النار عليه كويس علشان يستوي على مهله وبالراحه، والفريك يبقى مستوي مفلفل كده علشان لسه هيكمل التسويه في الطاجن وهيدخل الفرن. خلاص الفريك اهو اتشرب وشرب الميه اللي انا زودتها وبقى تمام جاهز. اول حاجه انا عندي هنا حلقات من البصل والفلفل الالوان، وفلفل لو حابه فلفل سبايسي ضيفي، مش حابه خلاص، وفلفل اخضر وطماطم. هنبدا نجهز اللي هو الطاجن من تحت. انا بعملها لكم زي ما بتتباع في المحلات بالظبط، يعني بنفس الطريقه ونفس التكنيك ونفس الطعم ان شاء الله. كمان الفريك ده حسب رغبتكم يا جماعه، زي ما قلت لكم قبل كده. لو حابين تزودوا فريك اكتر، ان الطاجن يكون فيه كميه فريك اكتر، زودوا مفيش مشكله عادي خالص. عايزين كميه فريك اقل وخلاص براحتكم. تمام. هبدا بعد كده اجهز الحشوه بتاعه البفتيك. بجيب شريحه البفتيك زي ما انتم شايفين وبحط فيها الحشو، وهبدا الفها كده. ولفي على قد ما تقدري على الضيق كده علشان ما يفكش منك. لازم الفتحه دي هي اللي تكون تحت في الطاجن. شايفه ازاي؟ اهي كده. طبعا انا بجهز التسقيه بتاعه الفريك بتاعه الطواجن. بضيف مكعب من المرقه زي ما انتم شايفين، وبضيف معلقه من الصلصه. اهم حاجه المرقه تدوب عشان تبقى متوزعه ما بين الاتنين. يعني معلقه من الصلصه، معلقه كبيره كده من الصلصه. وهبدا اقلب كويس لحد ما المرقه تدوب معايا كويس جدا. هضيف شويه صغيرين من البهارات. هبدا كده اضيف الميه اللي انا جهزتها كده اهو. هي مش هتغطي الطاجن، انا مش عايزاها توصل للحمه فوق، بس هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. نعمل كده فبتنزل تحت اهو، بتنزل تحت. خلاص. علشان تستوي بتاخد قد ايه في الفرن؟ بتاخد حوالي ساعه الا ربع.
احنا نص ساعة كده وبنبدأ نشوفها استوت ولا لا. بعد كده بنرفع الورق وبنسيبها تتحمر، تاخد وش من الفوق علشان يبقى شكلها كده جميل. خلاص كده بعد ساعة الا ربع تقريبا الطواجن بتاعتنا استوت، هنخرجها من الفرن. طبعا انا لما لقيتها خلاص دخلت في السوا شلت ورق الفويل من عليها علشان تاخد وش، علشان اللحمه او رولات اللحمه تاخد وش ويبقى لونها احمر كده وجميل. خلاص زي ما قلت لكم هي اخدت حوالي ساعه الا ربع في الفرن. بعد كده خلاص انا شلت ورق الفويل واديتها بس لون علشان اللحمه يبقى شكلها كده. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واعملوا سيف للفيديو لان انتوا هتحتاجوا الوصفه دي. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك انستجرام تيك توك يوتيوب. باي باي.